المعبد اللي انت شايفه ده باين كأنه معمول بماكينة أو بأدوات حديثة، بس الحقيقة ده تحفة اتنحتت تقريبا من حوالي 600 سنة قبل ما أي أدوات حديثة تخترع. ده معبد جاييني اللي مشهور باسم معبد الألف عمود في الهند، اتبنى في القرن ال15 كله بإيد البنايين بس من غير ما يستخدموا أي أسمنت زي اللي بنشوفه دلوقتي. جوه المعبد أكتر من 1000 عمود، والغريب إن كل واحد فيهم ليه نقش وشكل مختلف، مفيش عمود شبه التاني، والتصميمات معقدة لدرجة تخليك تحس إن اللي نحتها كان شغال بماكينة مش بإيده. النقوش والهندسة هنا تعتبر من أدق الأعمال اللي اتعملت في المعابد الجينية، وكلها اتنحتت بأدوات بسيطة جدا مقارنة باللي عندنا النهاردة. وبرغم إن المبنى ده اتعمل في القرن ال15 بس لسه واقف لحد دلوقتي من غير ما ينهار أو يبوظ تفاصيله الدقيقة. وبعد حوالي 600 سنة الألف عمود لسه واقفين زي ما هم، والنقوش لسه واضحة كأنها لسه طالعة من تحت إيد النحات. تصدق إن كل ده اتعمل بإيدين بشر ومن غير أي ماكينة؟ وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.